زوج بيونا يبكي الجزائريين خلال جنازتها ويودعها بكلمات مؤثرة هزت العالم. لكن وفي البداية، وإذا كنت تتفق أن الراحلة بايا بوزار تعد أفضل ممثلة كوميدية في تاريخ الجزائر وأنها ستبقى حية في قلوبنا إلى الأبد، فاضغط لايك واشترك في القناة. قبل نقلها إلى مثواها الأخير، تمت إقامة وقفة تأبينية بالمسرح الجهوي في الجزائر العاصمة للفنانة بايا بوزار الشهيرة ببيونا، وودعها خلالها مشاهير المسرح الجزائري. ثم تم تشييعها إلى المقبرة برفقة ذويها وجمهورها وزملائها في موكب مهيب. وتناقل الجزائريون فيديو لمغترب جزائري كبير في السن وهو يبكي بالقرب من قبرها، وأكد البعض أن هذا الشيخ الغريب هو في الحقيقة زوج الفنانة الراحلة أو طليقها على ما يبدو، وهو يقيم في باريس، وجاء لإلقاء النظرة الأخيرة عليها. وكان يقول أثناء مراسم الدفن: وداعا أيها القلب المتسع للجميع، وداعا أيها الروح المرحة، وداعا يا شمعة حياتي التي انطفأت. لن أنساك، ربي يرحمك ويوسع عليك، نتلاقاه في الجنة إن شاء الله.